اوعى تفتكر إنك لازم تبقى شخص جديد علشان تبدأ عادة جديدة. السر الحقيقي إنك تبدأ بعادة جديدة علشان تبقى شخص جديد. يا صاحبي الجميل، نرجع تاني لفكرة الهوية، لأن جيمس كلير قال جملة لو فهمتها حياتك هتتغير. قال: كل عادة هي تصويت لهويتك. يعني كل مرة بتتمرن أنت بتصوت إنك شخص رياضي، كل مرة بتقرأ أنت بتصوت إنك مثقف، وكل مرة بتتجاهل العادة أنت بتقول لعقلك أنا مش الشخص ده. فما تستناش تبقى إنسان ناجح علشان تبدأ. ابدأ وهتبقى. خد مثال بسيط: لو عايز تبطل سجاير، في فرق بين لما حد يسألك تدخن وترد تقوله لأ بحاول أبطل، أو لأ أنا مش مدخن. الرد التاني بيقول لعقلك أنا شخص مختلف. والهوية الجديدة دي هي اللي بتثبت العادة، مش العكس. يلا بينا، خليك واعي لكل تصويت بتديه لهويتك. كل عادة بتعملها بتبنيك أو بتهدك. لو الكلام ده لمسك، لايك وشير لصاحبك الجميل، واكتب لي في الكومنت إيه العادة اللي نفسك تبدأها، وهتعتبرها تصويت لإيه في حياتك. استنى الحلقة الجاية، لأني هقولك على طريقة فعالة إزاي تخلي العادات الجديدة سهلة وسريعة، وإزاي تغير محيطك يخدمك مش يعطلك.